منسى موسى، الملك اللي نزل الذهب من السما. فزمان ما كانوش كاينين لا بنوك لا بورصة، كان كاين ملك واحد عنده من الذهب ما يدوخش، سميتو منسى موسى، أغنى راجل عرفاتو البشرية وإلى يومنا هذا. منسى موسى كان سلطان مملكة مالي، إمبراطورية إفريقية كبيرة، كانت كتسيطر على طرق التجارة من المحيط الأطلسي حتى نهر النيجر. هاد السيد في 1334 قرر يدير الحج، وماشي بوحدو، جاب معاه 60,000 شخص، وما بيناتهم عبيد، جنود، تجار، و40 ناقة، كل وحدة حاملة عشرات الكيلوغرامات ديال الذهب. فين ما مشى كان كيعمر الأسواق بالذهب. في مصر دار تضخم اقتصادي بسبب الفلوس اللي عطاها، حتى المدن الأوروبية ولاو كيسولوا منين جا هاد الملك الإفريقي الغني. لكن ماشي غير الذهب، بعد ما رجع بنى المساجد والمدارس ودعم العلماء، وخلى تيمبوكتو تولي مركز علمي كبير بحال ما قلنا في الحلقة السابقة. ولكن مع الوقت المملكة تفرقات وجاو الغزاة وضعافت القوة ديال مالي، ولكن اسم منسى موسى بقى كيرن في ودن التاريخ. منسى موسى، الملك اللي فضل الحج على العرش وحول إفريقيا إلى قصة تروى حتى اليوم.